يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، اللهم امين يا رب. النهاردة جولة في ماكس، اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. ونبتدي الاول بالصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مرة بتشوفوني، انا مروة ودي قناتي، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما ننساش نعمل لايك للفيديو قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا وننسى ونتلبخ في الفيديو. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه معايا هنا قسم البناتي الاطفال، في يعني في تيشرتات وفي سويت شيرتات، يعني بصراحه الاسعار حلوه. التخفيضات حلوه جدا، عجبتني جدا. والخامه طبعا غنيه عن التعريف، طبعا طبعا يعني من غير كلام. معظم الحاجه هناك كانت جميله جدا. والاذواق على فكره، يعني انا تقريبا وانا بصور كده كان تاني يوم التخفيضات. فالحاجة تقريبا يعني كتير، والحاجة لسه كانت ما اتشالتش الحاجات الكويسة او كده. فقلت بقى بسرعة كده اصور لكم. ده كان يوم تقريبا، كان يوم ماتش السعودي وبولندا. فخلصنا الماتش وطلعت على طول ماكس، صورت لكم الفيديو ده، ويا رب يا رب يا رب يعجبكم. انا عن نفسي عجبني جدا وكمان الحاجة هناك عجبتني جدا، واخدت حاجات برضه كانت حلوة جدا من هناك. آه، طبعا انا بصور، انا بتكلم وانتوا طبعا مركزين. الحاجات دي بناتي، كل اللي انا بصوره ده بناتي، دي سويت شيرتات. ما شاء الله خامتها حلوه جدا، والاسعار طبعا غنيه عن التعريف زي ما انتوا شايفين كده، انا كانت الاسعار واضحه. الستاند ده مثلا من 30 ل 35، اي حاجه هنا موجوده ب 30 او 35 ريال. ف يعني مثلا شايفين ده هو زي فيست كده مثلا، طويل مش قصير، على بنطلون مثلا او ليجين كده، شكله يبقى لذيذ قوي. طبعا كل ده بناتي برضو، انا يعني تقريبا ما صورتش حاجة ولادي او حاجة بسيطة في الاخر هنشوفها، لكن انا ركزت بقى على البنات، لان كل مرة بكون ظلمهم في الفيديوهات بصراحة. ففي بنات بتطلب مني ان انا اركز شوية على البنات، فقلت بقى النهاردة اليوم يومهم بصراحة، لان الحاجة تستاهل ان انا اصورها. كل اللي انتوا شايفينه ده حاجات شتوي. يعني معروف ان التخفيضات بتبقى على الحاجات الصيفي، لا هنا المرة دي في حاجات شتوي. يعني مثلا في تخفيضات، صح، معظم الحاجة، معظم التخفيضات على الحاجات الصيفي، وحاجات بسيطة جدا شتوي. لكن هنا الحاجة ما شاء الله الشتوي وحاجات تقيلة، يعني شايفين اللي انا ماسكاه ده، الاسود ده برضو. آه يعني كام بكام يا ربي؟ من 30 ل 35. اهو ده الاسود اللي انا كنت ماسكاه في ايدي، برضو شكله لذيذ وتقيل جدا. حاجة البنات اصلا يعني بصراحة تحفة، حاجات جميلة وحاجات لذيذة والله. تستاهل ان انا اصورها، وتستاهل ان يكون عليها تخفيضات، وتستاهل طبعا ان انتوا تشوفوها. يعني مثلا التيشيرتات ديت 15 ريال، التيشيرت الرصاصي اللي هو بنص كم ده 15 ريال، والخامة طبعا تحفة. البلوزات او التيشيرتات الصوف ديت برضو كام؟ على 30 و35. في منها الاحمر والاخضر، في اشكال كتير والوان كتير بصراحة، يعني حاجة تحفة. انا كنت بصراحة مبسوطة جدا من ماكس المرة دي، والاسعار حلوة، ولسه في حاجات هنشوفها مع بعض كتير دلوقتي هتعجبكم جدا. الشميز اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بحاجة و40 تقريبا، 48 على ما اعتقد يعني. برضو خامته حلوة جدا، شميس بناتي 48، نازل من 65 ريال. نازل من 65 ريال. الستاند ده بقى عليه تخفيض 25%، حاجات كلها صيفي، حاجات حلوة جدا وخامتها جميلة ناعمة وبسيطة جميلة جدا، يعني بصراحة الخامة نفسها كانت عجباني قوي. ده على 35 ريال، نازل من 50 ريال. كل الستاند ده صيفي، كل الحاجات اللي عليه صيفي. عايزه اقول لكم كمان القسم ده فين بالظبط؟ جنب قسم المواليد. يعني بعد ما بندخل من الكاشير كده بنمشي شويه بنلاقي القسم المواليد على الشمال، ولبس البنات اللي انا بصوره ده على اليمين. يليه على طول قسم النساء يا جماعه. ده كام برضو؟ كام تقريبا برضو عليه 25%. ده ب48، نازل برضو من 65 ريال. برضو بناتي شكله لذيذ قوي. دي برضو بناطيل تقريبا كانت شتوي، مش صيفي، لا دي شتوي. هنا برضو عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه كانت موجوده هناك السويت شيرتات، بصراحه كان عليها تخفيضات حلوه جدا وكتير جدا، يعني بناتي ونسائي كمان. دي برضو بناطيل كام سعرها؟ 25 ريال.
بناطيل شتوي على فكرة حلوة جدا، خامتها حلوة جدا، على 25 ريال. ده سويت شيرت برضو نسائي. تقريبا احنا كده خلاص دخلنا في قسم النسائي. السويت شيرتات برضو كان عليها اسعار حلوة جدا، عليها تخفيضات جميلة جدا. في الوان كتير حلوة، والخامة نفسها برضو جميلة. على فكرة انا مش اول مرة اشتري سويت شيرتات من ماكس، برضو كانت حلوة قوي عندي. ده ب 30 ريال، خامتها حلوة وغسيل ولبس ما شاء الله جميلة جدا. ده ممكن، ده ايه، هو ب 30 ريال، بس هي خامته من النوع اللي هي ايه بتمط شوية. هو طويل للأرض زي تونيك أو فيست أو كده. في منه الأخضر وفي منه البني. ده برضو تيشيرت كده اسود بناتي، بس هو مش طويل. خامته برضو تقيلة وحلو. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي يبقى انا 6 دقايق اهوت، حطي لايك للفيديو عشان ما تنسيش اللايك، علشان الفيديو يترفع وعدد كبير جدا من البنات يشوفوه. تمام. هنا برضو ده برضو ده ايه، ممكن نقول عليه فيست او كده. هو طويل يعني للركبة مثلا كده، وعليه جيبين من قدام. خامته برضو اللي هي ايه مش تقيلة قوي ومش خفيفة قوي. هنا برضو جينا لقسم التيشيرتات في نفس المكان كده. ده ب20 ريال. في التيشيرت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده في منه كذا لون اهوت. انا هحاول ان انا على قد ما اقدر كده اصور لكم كل الالوان بتاعته. الأحمر وفي الأبيض والرصاصي والكحلي تقريبا. ده توب كده قط، توب قط. في تيشيرتات برضو بناتي ب15 ريال، وفي ب20 وفي ب25. أنا برضو خدت منهم التيشيرت ده، كانت خامته رهيبة حلوة جدا، بس الصورة اللي عليه مش حلوة. ده برضو تيشيرتات 25 ريال. ده فيستات. لا يا ربي، ده سويت شيرت. بقول لكم هناك اكتر حاجه كانت موجوده السويت شيرتات بصراحه. التيشيرت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده برضو ب10 ريال. التيشيرت ده تقريبا برضو كان ب15 او ب10 حاجه زي كده. لا تقريبا 15. وده الاحمر، وده برضو ب15 ريال. الخامه جميله، قطن جميله جدا، ناعمه وبسيطه كده وحلوه قوي. انا بحاول كده ان انا ايه يعني على قد ما اقدر اصور لكم كل التيشيرتات اللي هناك. والله كان نفسي اصور كل مكان كل مكان، حتى الحاجات اللي معلهاش تخفيضات. يا رب تكونوا بس بتستفادوا من الفيديو، ويا رب يعجبكم. ولو في اي ملحوظه في التصوير او اي ملحوظه في اي حاجه انا بعملها يا ريت تكتبوا لي. التيشيرت ده كان عاجبني جدا، بس للاسف كان اخر قطعه، ما لقيتش المقاس اللي انا محتاجاه. شكله في الطبيعه حلو قوي. تقريبا كان 25 او 20 تقريبا. التيشيرتات دي برضو ب20 ريال. انا خدت ده اللي هو اللي عليه فراشه، وخدت تقريبا حاجه زيه برضو تانية كده. ده كان 20 ريال تقريبا. هنا بقى قسم الدريسات. الدريسات دي كلها صيفي، عليها تخفيض بس مش رخيصة قوي يعني. هنشوف برضو مع يعني انا تقريبا ما صورتش الاسعار قوي، بس هي تتراوح ايه حاجة وخمسين، حاجة وستين، حاجة وسبعين. في التايجر، في المنقوش اللي انتم شايفينه قدامكم ده، في الشيفون، في يعني بصوا تشكيلة حلوة قوي من الدريسات هناك. كنت زمان بقى بجيبهم من ماكس، بجيب الدريسات اللي هي القط واللي هي الشيفونات ديت وكده واللي بكم. كانت تقريبا بتيجي ب30 ريال، يعني كان يوم ما يكون عليها خصم وكده كنت بجيبها ب30 ريال. حلوة برضو. التيشيرت ده برضو كان ب30 ريال، حلو جدا. البلوزة الكحل دي في منها الأصفر، وفي منها تقريبا الأصفر والكحلي والأوف وايت أو حاجة زي كده تقريبا. هي كانت بحاجة و30 أو حاجة و40. ده تيشيرت برضو خريفي كده بكم حاجة كام ب40 ريال تقريبا. ده ب41 ريال. ده برضو بكم تقريبا. التاني برضو ب41 ريال. في منه برضو كذا شكل اهوت، هحاول ان انا برضو اصوره. فيهم شكلين او ثلاثة بالتقريبا، يعني 2 او 3 ب41 ريال، بس خامته بقى مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. دي برضو دريسات كده. بس ما ركزتش عليها في التصوير قوي.
ده قطيفة، اللي انا ماسكاه الاخضر ده قطيفة. آه ده برضو دريس، وفي على فكرة في برضو في سلوبيتات برضو جينز وكده، في هناك برضو حاجات حلوة. ده بقى قسم الجينز، في دي جواكت جينز، في برضو تيشرتات زي ما انتم شايفين كل ده عليه تخفيض. شفتوا بقى الكوتشيات الرائعة دي شكلها حلو قوي، بس دي طبعا معلهاش خصم، حاجة و60 او حاجة و70 تقريبا. ده ب20 ريال، ده 20 ريال. شفته منه الكحلي قبل كده اللي انا صورته في الاول برضو من شوية كده، برضو حلو. الناس اللي بيحبوا الجواكت الجينز برضو داخل فيها الوان تانية برضو اهوت، كروهات او كده. ده بقى اي سويت شيرت من ده 55 ريال. طبعا ده خامته اعلى شوية من اللي احنا شفناه في الاول. آه، شايفين ميكي ماوس؟ يعني خامته حلوة. مروان بقى اللي كان بيصورني قلت له انا تعبت، انا مش قادره امسك التليفون ومش قادره اصور، فانت امسكني علشان انا تعبت فعلا ما عدتش قادره. فقال لي ماشي يا ماما. قلت له بس ما تصورنيش انا، صور اللي انا بعمله، ما تصورنيش انا. بصراحة الحاجة كانت عجباني جدا. ده برضو دريس كده بنص كم او تلتين كم كده، بس تقريبا ما كانش عليه خصم ولا حاجة. الستاند اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بقى اي حاجة فيه ب50 ريال، يعني الفستان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ب50 ريال. البناطيل الجينز على فكرة عليها عروض حلوة جدا، والخامة عجبتني جدا. انا عن نفسي جبت منها بصراحة، كانت حلوة قوي. دي بقى جواكت نسائي برضو، تخينة وتقيلة. بصوا يعني مش يعني الناس اللي بتحب الحاجات التقيلة قوي دي حلوة جدا. خامتها برضو حلوة. كام بقى؟ هي غالية شوية انا فاكرة، 97 ريال. 97 ريال، حلوة. هنا برضو شايفين البلوزة دي او التيشيرت، لا بلوزة. ده برضو من 70 ل80 ريال، اي حاجة على الستاند ده. الجاكيت اللي احنا شفناه هو في منه لونين اتنين بس، ده نوع تاني. ده ب142 ريال. كل ده في ماكس، انا ما صورتش في سنتر بصراحة. بحس ان ماكس، يعني بحس ان البنات بتطلبه اكتر يعني، وانا كمان بصراحة انا بحب اشتري من ماكس. شفنا التيشيرتات دي قبل كده برضو، دي حاجات كده يعني في نص الهدوم كده الاقي حاجات عليها تخفيضات كده، يعني بعيد عن التخفيضات الاقي فيه تخفيضات. ده كان كام؟ دي برضو دريسات كده برضو صيفي، شكلها لذيذ برضو. بصراحة ما ركزتش بقى على الحاجات الولادي، في طبعا بيجامات كتير نسائي عليها تخفيضات. في طبعا هنشوف مع بعض دلوقتي قسم الأحذية والشنط، تمام. الولادي بقى ما صورتش فيه كتير بصراحة. يعني حسيت ان مش واو، يعني ان انا اصوره ما كانش فيه حاجات كتيرة بصراحة عليها تخفيضات. السويت شيرتات دي برضو خامتها حلوة جدا جدا، يا رب بس اكون صورت السعر. كام سعره؟ 41 بس، أو لا 41 ريال. 41 ريال، الخامة حلوة جدا. الحاجات دي بقى الناس اللي من عشاق الكوتشيات والحاجات دي حلوة جدا برضو، بس طبعا ده ما كانش عليه خصم. كام؟ 75 تقريبا. اللون ده كان حلو قوي. 78 ولا 70، ده مش عارفة. دي جيبة جينز كده. كام بقى؟ 45 ريال. خامتها برضو طرية كده وحلوة. هنا بقى القسم البناطيل بقى، البناطيل دي كلها عليها خصم. اسعارها حلوة جدا. انا خدت من الحاجات دي برضو من 60 من 50 ل60. من 50 ريال ل60 ريال، اي حاجة موجودة في البناطيل. التيشيرتات دي ب20 ريال، برضو خامتها حلوة قوي. شايفين دي برضو صيفي برضو. بس ما كانش عليها خصم، يعني مش عارفة هي عليها خصم على الكاشير بقى ولا ايه.
بس هي محطوطه كده في الحاجات اللي عليها عروض وكده. البلوزه دي برضو خامتها حلوه جدا، كانت عجباني قوي. شايفين الكم بتاعها اللي هو المروحه ده بنص كم برضو، بس لذيذه قوي. وفي منها اللون الاخضر ده برضو. هما اللونين دولت، وفي تقريبا حاجات تانية بقى، بلوزات تانية او شميزات تانية اللي هي القصيرة مش الطويلة. بتحرك كتير بالكاميرا معلش، انا كنت لوحدي، العيال بقى كانوا بيلعبوا بعيد عني، فكنت بصور في اللحظة دي لوحدي. البناطيل دي حلوة ب65 ريال، خامتها حلوة قوي طبعا. لو لسه مكمله معايا الفيديو انزلي اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار بيه. وان شاء الله لسه في حاجات تانية كتير هصورها لكم باذن الله. انا كنت منتظره عروض ماكس فارغ الصبر بصراحه. لسه ان شاء الله منتظره عروض اكسترا. ان شاء الله اول ما اعرف عنها ان التخفيضات نزلت وكده طبعا هصور لكم على طول باذن الله يا رب. ايدي على فكرة يا بنات منزلة تخفيضات حلوة برضو ل 80%. انا ما روحتش والله وما صورتش. بس ان شاء الله لو اتاحت الفرصة ان انا اروح واصور ان شاء الله باذن الله هصور لكم. البنات اللي بيطلبوا مني حاجة للعبايات، في سوق النسا اللي هو في وسط البلد يا بنات، في محلات كده اللي هي ايه، هي شكلها شعبي بس بيبقى فيها حاجات حلوة على فكرة. في حاجات فيها بتبقى عبايات زي بتاعت مصر، وفي شغل فيها كده زي بتاعت مصر بالظبط. في سوق النساء، في ابها، في الجمعية اللي موجودة في ابها بتاعت الذهب، سوق الذهب وكده هناك برضو. بس طبعا بتدخلي الباركنج الساعة تقريبا ب3 ريال، تمام. الساعة ب3 ريال، بتدخلي بقى في حاجات حلوة جدا. انا بصراحة كنت بشتري من هناك معظم عباياتي، يعني معظم عباياتي كنت بجيبها من الجمعية ديت، بتبقى يعني بتقدري تفصلي، وكمان الاسعار حلوة والخامة حلوة. وفي كذا مكان، يعني في كذا محل هناك كتير جدا، يعني ما يعجبكيش هنا يعجبك هنا. وفي طبعا حاجات كتير، شنط واحذيه وحاجات، بس اكتر حاجه هناك العبايات. وفي هناك كمان ناس بتفصل وبتضيق وبتقصر، لو انت مثلا اشتريتي ومش عاجبك حاجه او مثلا طويله او قصيره او كده، هو بيعملها لك وانت واقفه، عارفين. فانا والله رحت مره صورت، يعني رحت قريب اصور، بس في اليوم ده ما كانش في حاجه، يعني اللي هو كان فرق كده بين الصيف والشتاء، فتحس ان الحاجه مش قد كده، لسه الحاجات الجديده ما نزلتش. ان شاء الله ان شاء الله لو رحت قريب هصور لكم. لو انتم مستعجلين حاولوا بقى تروحوا وتشوفوا كده تشكيله حلوه هناك. طبعا البوتات والهاف بوتات والحاجات دي، كل الحاجات دي كان برضو عليها عروض، بس تقريبا مش فاكره البوتات فعلا عليها تخفيضات ولا لا. في سليبرات، في حاجات كتيره بصراحه. في حاجات بيتي برضو، انا دايما بجيب حاجه البيت بتاعتي من هنا، من ماكس بصراحه. حلوه جدا، طبعا ذوق، وبتبقى شيك وبتبقى حلوه ومش غاليه، بجيبها في التخفيضات. يعني مثلا الشباشب البيتي دي اللي انا كنت بشتريها مش دي، الحاجات البيتي اللي انا بلبسها في البيت كانت ممكن 15 ريال بالكتير، 20 ريال بعد العروض. ده صابوهات اهيت يعني تشكيله حلوه كده. انا بقى قفلت الكاميرا وقعدت اقيس بقى. انا كان نفسي كده في تشكيله حلوه كده، بس الحمد لله ما جبتش اي حاجه من الاحذيه. في مقاسات لحد 42 على فكرة، يعني كل المقاسات موجودة هناك. انا اصلا بحب احذية ماكسي جدا. يعني انا اول ما اعرف ان في تخفيضات لازم بروح اشتري حاجة، بشتري شوز، بشتري صابو، بشتري شبشب، شباشب بيتي للبيت وكده، كلها من ماكس بصراحة، بتبقى اسعارها حلوة وكمان خامتها حلوة. ده 60 ريال. ده برضو كان عاجبني قوي، في منه مقاسات كبيرة جدا. الحاجات الخاصة النسائي عليها عروض، وفي حاجات حلوة جدا جدا جدا. بس طبعا انا مش هقدر اصور الحاجات دي، بس انا قلت هقول لكم لو محتاجين حاجات من الحاجات دي، حاجات حلوة جدا واسعارها حلوة، وفي عروض حلوة. يعني قطعتين وكده بسعر كويس، فاهمين قصدي، فحاجات حلوة. روحوا بقى لو انتم محتاجين حاجة.
في حاجات عليها تخفيضات في الأحذية، في حاجات ما عليهاش بصراحة. مش كله، مش كله على فكرة. شايفين كل الحاجات دي برضو شكلها حلو. آه نيجي بقى لقسم الدفا، هندفى يعني هندفى. الكورسات دي او الحاجات اللي هي اللكاليك اللي احنا بنقول عليها لاكلوك. برضو في تشكيله منها حلوه جدا. وحاجات لذيذه، يعني في حاجات مفتوحه من قدام كده، العرايس كده اللي هي الابيض في ذهبي وابيض في فضي كده، لذيذه قوي شكلها حلو قوي. الناس اللي بيعشقوا الكعب بقى، اللي هو مش انا منهم اصلا خالص. برضو في حاجات كده. مش برضو مش كله، بعض قطع كده تلاقي عليها عرض. الهاف بوتات والبوتات هناك تحفة يا بنات، تحفة. شايفين الجمال ده؟ حاجات رهيبة. العصر بيأذن، هستنى اما العصر يخلص وبعد كده هكمل لكم تاني. خلاص رجعت تاني بعد صلاة العصر. مكملين برضو في قسم الأحذية. شايفين البلالينا اللي عدت البيج ديت 25 ريال، سعرها حلو برضو. آم، برضو الشباشب البيتي، الحاجات البيتي برضو كلها كان عليها تخفيضات وأسعارها حلوة، كل المقاسات متاحة. زي ما قلت اكبر مقاس كان موجود هناك 42، بكل المقاسات تقريبا موجودة هناك اصلا. هنا بقى قسم الكوتشيات النسائي، برضو في تشكيلة برضو حلوة جدا. البنات اللي بيعشقوا الحاجات دي او بيحبوها او بيرتاحوا فيها، في تشكيلة حلوة جدا جدا جدا، يعني كمان لما تركزي كمان بتلاقي حاجات حلوة، وخصوصا فوق، وفي حاجات بتبقى جوه كده موجودة، في حاجات حلوة. وفي برضو تشكيلة حلوة زي ما انتم شايفين من السليبرات، برضو تشكيلة حلوة، برضو في حاجات كتيرة أشكال، وفي آه كذا شكل وكذا لون، وفي حاجات كتيرة حلوة، والأسعار طبعا متفاوتة. شايفين القمر ده بقى، ده كان عاجبني قوي، مع ان انا ماليش فيهم بس كان عاجبني. في منه كل المقاسات برضو. هما بصراحة أول مرة أشوفهم. يعني قسم الكوتشيات عموما بالحجم ده، هم عملوا قسم كامل تقريبا. شايفين ده كان عاجبني قوي، الكوتشي اللي هو مكتوب عليه 40 ده كان شكله لذيذ قوي. فهم يعني كبروا قسم الكوتشيات المرة دي، هم كانوا بيركزوا قوي على الباليرينات والصابوهات قوي قوي. بصراحة المرة دي جايبين تشكيلة تحفة جدا، والهاف بوتات والبوتات، لا تشكيلة مبدعة بصراحة. ده بقى الحاجات النسائي بقى، حاجات بيتي 15 ريال. طبعا كل ده كان قبل كده كان ب20 وب25 ريال وب30 كمان. فانا بصراحه ببقى اجيب حاجات من دي حلوه جدا، شكلها لذيذ كده بصراحه. التشكيله هنا ما بلاقيهاش في اي مكان تاني. يعني ولا سنتر بوينت، ولا تخفيضات صح، ولا سنتر العرب، ولا اي حاجه. يعني اكتر تشكيله بحبها بتكون موجوده هنا في ماكس بصراحه. ده قسم الكروكسات او الشنط. برضو حاجات حلوة قوي. والخامة طبعا يعني في شنط كده تحسها طرية كده، جلد طبيعي كده وطرية وناعمة كده وجميلة تستحمل وكده. في تشكيلة لذيذة قوي. طبعا مفيش تقريبا ما كانش عليهم تخفيضات، او قسم كده حاجة كده بسيطة، يعني بسيط اللي كان عليه، مش كله برضو. انا بقى من عشاق الاحذية والشنط، بص حطيني بقى في مول كله كده شنط واحذية، ما ازهقش. ببقى مستمتعة جدا، اكتر حاجة ببقى فرحانة وانا بشتريها هي الشنط والاحذية. حاجات جميلة جدا، والخامة طبعا زي ما قلت جميلة جدا، غنية عن التعريف، حلوة جدا طرية. يعني مش شايفين ده مثلا، خامته كانت حلوة قوي، طرية وجميلة جدا. بس طبعا مفيش تخفيض، 55 ريال. حلوة برضو مش غالية، والله حلوة، سعرها حلو جدا كمان. آه كل ده تقريبا، يعني انا قربت اخلص خلاص، عشان انا عارفه ان انتوا زهقتوا. 29 دقيقه كتير جدا، انا اتخضيت والله لما بصيت.
معلش لو عايزيني اقصر الفيديوهات والله اكتبولي والله وانا هقصر لكم الفيديوهات، يعني اخلي لكم الفيديو على مرتين، ينزل على مرتين عشان ما تزهقوش. ده احسن، انا حاسه ان انا مطوله قوي المره دي، بس والله بامانه انا ببقى عايزه اصور كل المكان، مش عايزه اسيب ولا قطعه، علشان عايزاكم تستفادوا على قد ما تقدروا من الفيديو. الاسم اللي انت رايحه ماكس، عارفه انت هتختاري ايه وتختاري ايه، وعارفه ايه اللي عاجبك وايه اللي مش عاجبك، لان فعلا بتبقى حيره وبيبقى في دماغك حاجات عايزه تجيبيها. ده قسم ال البيجامات البناتي، عليها برضو تخفيضات، وفي ارواب شتوي، وفي بشت، شفت هناك بشت برضو شفت هناك بشت نساء. ده كان على 60 ريال. فانا والله يعني مش ان انا اصور فيديو خلاص، انا ببقى نفسي اصور كل مكان، كل قطعه كمان، يعني مش بس اصور التخفيضات تبقى هاينه عليا، اصور الفيديو يكون ساعه، ما عنديش اي مشكله بامانه. بس الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي معلهاش اي تخفيضات بقى، بس انا قلت اصورها لكم كده لو تاخدوا فكره يعني عنها وكده. دي برضو دي ارواب شتوي، برضو خامتها حلوه قوي قوي قوي. ده كمان كان عاجبني قوي، هوريه لكم دلوقتي مع بعض. ده ممكن كده زي تونيك فيست كده، يتلبس على ليجن كده في الشتوي برضو، تقيل يعني، هو كفيل ان هو يدفيكي من غير اي حاجه تحتيه، بصراحه حلوه قوي. هنا بقى خلاص دخلنا بقى في قسم البناتي، اللي هو الأحذية البناتي. احنا خلاص كده بقى بخلص عشان هطلع خلاص، يعني مصورتش اكتر من كده، قلت اصور لكم ده كده من بعيد برضو تاخدوا فكرة. في هاف بوتات برضو بناتي اطفال، برضو شكلها لذيذ قوي. قلت بس اديكم فكرة عنها كده لو حابين. تمام. بس طبعا ما ركزتش بقى على الاسعار وكده، لان انا خلاص كنت دخت وتعبت جدا من التصوير طبعا، وكنت واخده ولادي معايا المره دي. فبهدلوني بصراحه. فخلاص يعني انا جبت اخر بقى، خلاص قلت بقى كفايه كده النهارده. وان شاء الله اشوف برضو تخفيضات تانية في مكان تاني. شايفين الكروكسات دي ولادي برضو. ان شاء الله اشوف مكان تاني برضو يعجبكم، واصور لكم فيه باذن الله قريب جدا. بس هخليها مفاجأة، الفيديو الجاي هيبقى مفاجأة ان شاء الله برضو تعجبكم يا رب. شايفين بقى القمر ده، والله بصوا انا ما ضحكتش الا لما شفت الحاجات دي. اول ما شفت الحاجات الجميله بتاعت البيبيهات دي، خلاص انا نسيت كل التعب اللي انا شفته. فقلت اصور له لكم برضو كده يعني، يبقى ذكرى عندي على القناه بصراحه، عشان لما احب اتفرج على الحاجات دي. وخلاص كده تقريبا ده كان اخر حاجه. وصورت برضو قسم كده الالعاب على السريع كده، ان ولادي اصلا بيروحوا هناك ماكس بيقفوا هناك، لو مش هنمشي يا ماما، وكل واحد ماسك لي حاجه بقى في ايده هاتي، وانا جايبه لهم اصلا قريب، يعني انا جايبه لهم قريب. ف بقيت بقى ايه يعني، خلاص بقى قلت لهم لا كفايه كده عليا قوي النهارده، يلا نمشي. لو حابين يا بنات اكتب اصور لكم في اي مكان تاني برضو قولوا لي في الكومنتات ان شاء الله. واي سؤال انا تحت امركم. ان شاء الله كل اللي سالني وكل اللي طلب مني حاجه هعملها له باذن الله يا رب، ان شاء الله ربنا يقدرني بس كده، والجو يدفي شويه، لان انا بصوا تصويري كله بيكون بالليل، لان انا عم زوجي بيجي كده يوديني، الجو بقى تلج، فانا ببقى خارجه اساسا رايحه اصور وانا بتكتك من البرد. دي برضو حاجات ولادي برضو كده، قلت اصورها لكم من بعيد كده. و ده قسم الالعاب، ده كان اخر حاجه معانا في الفيديو، قلت برضو اديكم خلفيه نبذه كده مختصره وخلاص. ده اللي عجبني يعني. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم بقى، ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.